قول بقى. مفيش يا عم، هو انا كنت قاعد سمعت عمرو اديب بيتكلم عن حاجه اسمها FBC. ايوه. فلما قعدت اسمع شويه لقيت ان هي ناس شويه شباب كانوا بيقنعوا الناس ان هم يشغلوا فلوسهم وياخدوا منهم شويه فلوس ويرجعوا لهم فلوس اكتر، ياخدوا شويه فلوس ويرجعوا لهم فلوس اكتر، لحد ما الناس وثقت فيهم وهم واخدين فلوس كتير وهبقوا. ايوه، كان في مستريحين كتير في مصر. مستريحين؟ ايه المستريح؟ واحد بيروح لمنطقه يقول لهم يا جماعه هاتوا فلوسكم هشغلها لكم، هديكم نسبه كذا. يعني دخلوا على الناس، احنا يا جماعه برنامج FBC اشترك. في الاول قالوا لهم ايه؟ انت هتشتغل. يعني ايه هشتغل؟ يعني اتفرج على فيديوهات، حلو، اتفرج على اعلانات وهنديك فلوس. جزء تاني من البرنامج اي بليف برضو هتحط فلوس هتاخد فايده كذا. الموضوع بدأ بقى ايه؟ 10 20 30 40 50%. ايوه. وانت شغال في ايه اصلا؟ انت تاجر مخدرات ولا انت حكايتك ايه؟ ازاي تدي الناس 50% ارباح؟ ده الريان ما عملهاش، يعني فاهم قصدي؟ انت بتعمل كده ازاي؟ بص، الفقر اللي احنا فيه دلوقتي محدش كان ممكن يتخيله. ايوه. يعني احنا وصلنا لحاله في ستيت اوف سرفايفل. فكر الناس الفقراء ايه هو؟ انا دلوقتي بقبض 4-5 آلاف جنيه وعاوز 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 وعاوز. فانا دلوقتي قدامي اختيارين في المراهنات، يا هكسب فاجيب، يا هخسر فانا كده كده مش خسران حاجه. فاهم هو بيفكر ازاي؟ ايوه، انا ما عنديش حاجه خسرها. هو ما عندوش حاجه يخسر. قال لك الشعب ده بيحب ايه؟ الشعب فقير بيحب ايه اكتر حاجه؟ بيحب الكوره. الستات ولا من مالهاش علاقه؟ مالهاش، انا ما اعرفش موضوع الستات. اللي هو الراجل اللي بيطلع لك، هتلاقيه مثلا طلع لك في اعلان الحلقه دي اللي هو يقول لك ايه؟ انا معايا عربيه. انا معايا عربيه موستنج. تعالى بص كده على العربيه اللي انا لسه شاريها يا فقير. دي انا اشتريتها ازاي؟ بالاب ده. بص كده بدوس ايه ده، كسبت $100. انظر، بص كسبت $200. انكر، اشترك الان. ده سهل جدا. بعمل كده انطر. $100 كده $200. انا هنا عندي رسالة اللي هو انا عاوز الشعب يفوق، لان في حاجات كتير الشعب المصري بيعملها غلط والشباب كلها مش فاهماها، والدولة مش الدولة، السيستم ما بيسعاش ان هو يفهم الشباب. بالعكس ده بيزق في ان هو الشباب ما تفهمش الموضوع ده. يعني شغال في النادي الاهلي بيعمل ايه؟ بينظف النادي الاهلي. شغال في العزبة بيعمل ايه؟ بيرص ادويه. شغال في المطار بيعمل ايه؟ واقف حرس امن، بيشيل الشغل امن. انت فاهم؟ طيب شغال في مترو الانفاق بيعمل ايه؟ بيوزع التذاكر. مع كامل الاحترام لكل المهن اللي ملهاش لازمه اللي احنا قلناها. يقول لك احنا المهندسين ما اعلى من البني ادمين، والمهندسين في حته تانية، والمهندسين فوق، والمهندسين دول احسن من العجوزه. ان المكانه الاجتماعيه دي مش فارقه معاك، وان البلطو ده مش فارق معاك في حاجه. ما يفرقش غير مع الناس الناقصه. الله. يعني ما يفرقش. بس اقول لك حاجه برضو، خلي بالك من النقطه. انت دلوقتي بني ادم مجتهد وشاطر وذكي دراسيا. حط تحت كلمه ذكي دراسيا دي مليون خط. لان مفيش حد، يعني قليلين جدا 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 اللي بيوصلوا لاعلى الكليات ويكونوا اذكياء في الدنيا. لانه لو ذكي في الدنيا مش هيكمل في الخرا اللي هو فيه. انا عارف الناس دلوقتي هتصدق. اوبا.